بن نافل يسافر باريس وصفقة ميسي والهلال. إسبانيا تكشف الهلال لا يخشى رونالدو والنصر. زيدان يرد على عرض الهلال التاريخي رسميا. الشيباني يطالب الهلال بالتألق في مونديال الأندية. أعلن الإعلام الرياضي خالد الشنيف سفر فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال وعدد من أعضاء شرف النادي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة الماضية. وكشف الشنيف عبر برنامجه ملعب SBC عن أن السفر بن نافل وأعضاء الشرف إلى باريس يأتي لحسم صفقة التعاقد مع ميسي على طريقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر عندما ذهب رئيس الأخير مسلي المعمر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع مع اللاعب. وأشار الإعلام الرياضي إلى أن ميسي بات قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024 وليس في الشتاء الحالي. من ناحيته أكد الإعلام الرياضي خالد دياب هذه المعلومات معلنا توصل الإدارة الهلالية بالفعل إلى اتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية. أجرى مراسل صحيفة ماركا الإسبانية زيارة إلى مقر نادي الهلال في الرياض على خلفية استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني 2022. وذكرت صحيفة ماركا أن الهلال هو أنجح فرق الرياض في قارة آسيا ولا يخشى من جره النصر رغم التوقيع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كما يحلم الهلال بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقبلة. ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فيفا المغرب 2022 والتي تقام خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، حيث يستهل الهلال مشواره بملاقاة الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا على أن يتأهل الفائز إلى نصف نهائي ليواجه فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس. وأضافت الصحيفة الإسبانية ديربي الرياض يدخل بعدا آخر حيث يتفوق الهلال نسبيا على جاره النصر بعد فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في السنوات الأربع الماضية وآخر 3 بطولات للدوري السعودي على التوالي. والآن يقبل التحدي المتمثل في أن يستمر الهلال ملكا لآسيا حتى مع وجود منافس مثل كريستيانو رونالدو. وأبرم نادي النصر صفقة قياسية في تاريخ الكرة العالمية بالتعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الكرة الخمسة الذهبية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد. وتبع التقرير 9 لاعبين من أصل 11 صنعوا التاريخ مع منتخب السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر يلعبون في الهلال. بالإضافة إلى أفضل اللاعبين المحليين فإن الهلال يملك نجوما أجانب مثل أندري كاريلو وموسى ماريجا وأوديان إيغالو وماثيوس بيريرا ولويسيانو فييتو. واختتم التقرير بمقولة أنهم لا يخشون كريستيانو أو أي منافس في كأس العالم للأندية، نحن ريال مدريد في آسيا. أعلن الإعلام الرياضي عبد الرحمن الفريح عن تقديم الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل عرضا رسميا إلى زيدان في اليومين الماضيين لخلافة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز. وكشف الفريح عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات القصيرة تويتر عن رفض زين الدين زيدان عرض نادي الهلال رسميا. وبعد ضياع حلم تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ينتظر زيدان عرضا من نادي يوفنتوس الإيطالي أو العودة إلى ريال مدريد في حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وجدير بالذكر أن نادي الهلال يعاني من تذبذب في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 تحت قيادة دياز، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة. طلب الإعلامي ماجد الشيباني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالظهور بشكل مميز خلال منافسات كأس العالم للأندية. تستضيف المملكة المغربية كأس العالم للأندية 2022 في الفترة من 1 إلى 11 فبراير القادم بمشاركة نادي الهلال باعتباره حامل لقب آخر نسخة في مسابقة بطل أبطال آسيا. وأسفرت القرعة عن مواجهة الهلال في الدور الثاني من البطولة العالمية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي صاحب الأرض وبطل إفريقيا. كتب الشيباني عبر حسابه الشخصي على موقع تدوينات القصيرة تويتر: لو تسألني سابقا بقول لك الفوز بآسيا أهم عندي من مشاركة في كأس العالم، لكن هالنسخة رأيي مختلف. وأضاف: أولا سيناريو آخر مشاركتين وكيف فرطنا في الميدالية. ثانيا البطولة نظامها راح يتغير وتصبح كل 4 سنوات وبعدد فرق كبير، فصعب وقت تحقق ميدالية وريكورد تاريخي هو بيدك اليوم، لازم أقلها ميدالية برونزية. وكان من المقرر أن يواجه الخاسر من مباراة الهلال والوداد إما الأهلي المصري أو أوكلاند سيتي النيوز يلاندي أو سياتل ساوندرز الأمريكي في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.
وافق المدير الفني الألماني توماس توخيل على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشرط وحيد فقط. الهلال يعاني من تذبذب في النتائج خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة. يبتعد الزعيم الهلالي بفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر متصدر جدول ترتيب الدوري والذي لعب لقاء أقل. ووفقا للتقارير الصحفية اشترط توخيل الحصول على راتب سنوي من الهلال يقدر ب 15 مليون يورو أي 61 مليون ريال سعودي. من ناحيتها الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل مترددة في قبول هذا الشرط، خاصة أن الراتب الذي يطلبه ذلك المدير الفني الألماني مبالغ فيه للغاية. وتخيل درب أندية أوجسبورج وماينز وبروسيا دورتموند في ألمانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، محققا 13 بطولة رسمية. وأبرز الألقاب التي حققها توماس توخيل في مشواره التدريبي كانت موسم 2020-2021 عندما توج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي. حسم نادي الهلال مصير قائده سلمان الفرج نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022. وأسفرت قرعة المونديال عن مواجهة نارية بين الهلال والوداد الرياضي المغربي في الدور الثاني من البطولة على أن يواجه الفائز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي. ونقلت صحيفة الرياضية عن مصادر هلالية جاهزية الفرج للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية. وأشارت المصادر إلى دخول قائد الزعيم الهلالي المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. في شهر ديسمبر الماضي أعلن نادي الهلال عن إصابة سلمان الفرج في عظم الساق وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع. تخطى الهلال ضيفه العدالة 2-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وجاءت ثنائية الهلال بواسطة سالم الدوسري ركلة جزاء والبديل صالح الشهري في الدقيقتين 66 و73. وحصد الهلال بذلك فوزه الثامن ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، قافزا للمركز الثاني بفرق نقطة عن النصر المتصدر الذي لعب مباراة أقل، في حين توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير. وقام الهلال بالعديد من المحاولات الهجومية الخطيرة، خصوصا ضربة فيتو الرأسية وتسديدة سعود عبد الحميد من داخل منطقة الجزاء التي أبعدها لاعب العدالة من على خط المرمى. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال بعد إعاقة لاعب العدالة الجمعان لناصر الدوسري، وتم التأكد منها عقب العودة لتقنية VAR لينفذها سالم الدوسري بيمناه ويبعدها الحارس مياتوفيتش، ولكن الحكم قرر إعادة الركلة بسبب تقدم